وازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معكم محمد من قناة زمالك SC 8. عندنا خبر عالمي وخبر اسطوري وخبر هيفرح كل الزملكاوية. والخبر معانا النهاردة واللي هو اللاعب اللي الزمالك هيجيبه وينج يمين. الزمالك هيجيب وينج يمين عالمي، وينج يمين اسطوري. بس انا مش هقدر اقول لكم على اي تفصيلة ولو حتى صغيرة، بس هو اللي انا عارفه يعني، واللي اقدر اقوله لكم هو وينج يمين بس. لكن اسمه جنسيته مش هعرف اقول اي حاجة، لان انا لو قلت النادي التاني اللي احنا نكرهه من كل الحاجات اللي بيعملها ده، النادي التاني هياخد الصفقة، هيعلي على الزمالك عشان ما ياخدش الصفقة. ووجع الدماغ ده، فالزمالك هيتعاقد مع لاعب وان شاء الله هيكون موجود هنا في مصر خلال يومين 3 جايين. احنا كجمهور مش ناقصين تاني ان احنا نقول على اسامي الصفقات وزي اللي بيحصل زمان، ويروح النادي المنافس واخد الصفقة زي ما حصل مع مروان عطية والقندوسي. احنا كنا مخلصين كل حاجة وهما خدوها عشان معاهم فلوس. فلا، احنا مش عايزين الشغل ده يرجع تاني، والصفقة هتكون أسطورية حرفيا. اللاعب عالمي أسطوري مفيش منه اتنين. وبخصوص الخبر التاني او يعني حاجة طالعة كده انه بيرستاو جاي الزمالك، فانا بقول لكم لا، بيرستاو مش جاي الزمالك. بيرستاو يعني ايه، هو كبير في السن برضو. بيرستاو مش هو اللاعب اللي هيجي يغير الزمالك، او مش هو اللاعب اللي هيجي يتحط جناح يمين للزمالك، فلا. وبعدين الزمالك عايز لاعب احسن من تيدي اوكو اللي خلع بس. فمشكلة تيدي اوكو انه هو خلاص كان مخلص كل حاجة، وزي ما قلتلكوا انه ايه، في وكلاء اكيد من النادي المنافس قالوا لا او لا او لا او لا، فاللاعب طار. فاحنا مش عايزين يحصل كده تاني خالص. بس كده. لو اول مرة تتابعني متنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك. وبس كده.